جروب أهل البيت بين الاتباع والابتداع على تليجرام يقدم جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب. وبدل ما تشكر وتقول شكرا لكم، لأنه الدين الشيعي عمرك صار يمكن 50-60 سنة وما علموك تقرأ آية صح، بينما عند المسلمين مجرد دقائق جلست عندهم علموك كيف تطلع الآية من القرآن وكيف تقرأها صح. شفت الفرق بين الدين الشيعي اللي صرفك عن القرآن وخلاك تحرف القرآن، وبين دين الإسلام اللي خلاك غصبا عنك تعرف تحترم القرآن وتنقل الآية صح كما قالها الله عز وجل. ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي. تقول تجيب دليلك، اقول لك من الاسلام والسنه من البخاري. ايش ما اصمت؟ والله انا عم بسالك عن البخاري يا عيني، والله عم نحكي في البخاري. هل في البخاري النبي صلى التراويح ولا لا؟ لا. اقرا الروايه من البخاري، تفضل. اقرا الروايه. بسم الله الرحمن الرحيم. سجل يمك صحيح البخاري، ابواب صلاه الجماعه والامامه، باب صلاه الليل، الجزء 1، رقم الصفحة 178، رقم الحديث 698. قال حدثنا إلى أن قال عن زيد بن ثابت أن رسول الله اتخذ حجرة بالمسجد. قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليال، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم، اسمع لا تقاطع، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني المفروضة. والإمام جعفر الصادق صلى بأهل أفضل صلاة المرء في بيته نافلة. ماذا تقول؟ وين هذا؟ في البخاري إنه جعفر الصادق صلى في بيته نافلة؟ أنت هسه الرواية جابها صاحبك يحتج بها علي. لا عيني لو سمحت، أنت عم تقول من البخاري الآن، أنت قلت إنه حنتكلم من أهل السنة من البخاري. لا كلام البخاري انقطع بإلا المكتوبة، خلاص انتهى. طيب طالما انتهى يا حيدر، ليش لكان عم تنصب علينا؟ ليش عم تنصب علينا؟ ايش دخلك؟ ليش عم تجيب كلام جعفر الصادق؟ انت نصاب محتاج. شوف انت اما عندك مكيدة او تستغبي. اسمعني، انا لم اتي بجعفر الصادق، انا قلت لك قال الرسول صلى الله عليه واله خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. مو يقول لهم يا لا تصلون تراويح يا معودين، لا تورمون رجليكم برمضان، روح ببيتك وصلي، هذه نافلة الا المكتوبة. انت جيبي، لا صاحبك جاب له رواية قال احتج عليك بالامام جعفر الصادق. يعني هو كان عم يكلمك بدينك انت الشيعي. الان انا وياك مو قلنا حنتحاور بدين الاسلام والسنة؟ ليش هربت منه لعند دينك يا الرافضي؟ طز بكل دينك الآن، ما له قيمة. شوف والله العلي العظيم يا عيني، ما له أي قيمة في الحوار الآن. نحن اتفقنا على أنه خيرتك أنا تحب أن تختار أنه نتكلم في دين الإسلام والسنة ولا في دين التشيع والرفض والزندقة. أنت اخترت أنه نتكلم في دين الإسلام والسنة. ليش هربت من البخاري لجعفر الصادق في رواياتك الشيعية؟ ليش هربت لرواياتك الشيعية؟ ليش؟ ما في داعي لهذا الاحتيال، هذا النصب والاحتيال بطلوا هذا اللف والدوران. خلاص عم تكلم في السنة، خلينا في البخاري. الإسلام والسنة وجبت لك من البخاري. يلا اسمع قل لي التراويح، شرعية التراويح منين؟ يلا اسمع الجواب. إذا النبي يقول لا تصلون نافلة صلوها ببيوتكم إلا المكتوبة بالجامع، يلا انطيني الشرعية منين خذها عمر؟ تمام، حلو كثير كلامك، حلو كثير. الآن بقى طالما عم تتكلم من البخاري ومن أهل السنة، اسمع جوابي الآن عما طرحته. الآن أنت أعطيتني اللي عندك، اسمع جوابي. حلو، ممكن ما تقاطعني من بعد إذنك، ممكن ما تقاطعني. اسمع بقى،
صحيح البخاري. ما راح أقاطعك، أنا ما راح أقاطعك، بس الوقت التاخذه عينه بقدر تعطيني إياه. اسمع لو سمحت، اسمع. صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح. شو اسم الكتاب بالبخاري؟ صلاة التراويح. باب فضل من قام رمضان. باب فضل من قام رمضان. يا سلام. يقول: وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن. صوتك انقطع، ما جاي أسمع صوتك انقطع. عفوا. طيب ما في لا بأس. الآن سأقرأ لكم من كتاب البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. تمام؟ الكتاب كتاب إيش؟ صلاة التراويح. الباب إيش؟ باب فضل من قام رمضان. رقم الحديث 1870 و1871 و1872 و1873. تمام؟ خليك بابن شهاب. طيب. قال اسمع الرواية 1873، خذ الأخيرة. قال عن ابن شهاب، هذا اللي انت عم تتكلم عنه. شوف معي. عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته. إلى هنا ما في أي كلام من النبي عليه الصلاة والسلام. لا مو هذا الحديث. خرج مع عمر بن الخطاب. يا عيني اسمعني لو سمحت. أنا سمعت كلامك، اسمع كلامي. ممكن ما تقاطعني. قلت لك قبل ما أبدأ لو سمحت لا تقاطعني، لا تتوتر. أنا سمعت الرواية تبعك للآخر لحتى أنت دخلت في الشيعة لحتى لا لك لحظة وقف. اسمعني. مو معقول أنا بدي أقرأ رواية بدك تقاطعني 50 مرة. ليش متوتر أنت؟ اسمعني. الرواية أعيد في صحيح البخاري نفسه، في كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. يا سلام. عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا. يعني النبي ما علق على صلاتهم معه بشيء. صلى الناس معه، ائتموا به، صلوا جماعة في المسجد، ما في أي تعليق من أحد. تحدث الناس في الصباح فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه. هي مرة ثانية. فأصبح الناس فتحدثوا، كمان النبي ما علق. لاحظ. والنبي نفسه رجع طلع وصلى، مع أنه شاف الناس صلت معه أول مرة، ورجع طلع ثاني مرة وشاف الناس صلوا معه أكثر من المرة الأولى. قال: فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. انتبه، الثالثة. النبي رجع طلع المرة الثالثة. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام عم يصلي بالناس، وشايف الناس عم تصلي بصلاته، وعم يرجع يطلع، وعم يشوف الناس كثروا ويرجع يطلع ويصلي بهم في المسجد، ويرجع يطلع ويصلي بهم في المسجد. يا سلام. صلاة التراويح جماعة، إمامها رسول الله، المصلون معه هم الصحابة. تعتقدون علي كان يأتم برسول الله ولا كان تارك الصلاة؟ المهم مش موضوعنا. يقول: فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. يا جماعة متخيلين الموقف؟ انتوا أول ليلة يصلوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام هالموجودين في المسجد اللي عم يقوموا الليل، وهذا دليل أن الصحابة شو كانوا يقومون الليل حتى في المسجد. الأمور بخواتيمها. استنى عيني الرواية، استنى. الأمور بخواتيمها. كمل. استنى عيني. ثم قاموا الليلة الثانية مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، ثم قاموا الليلة الثالثة حتى عجز المسجد بأهله. الله أكبر.
المسجد النبوي كله مليان حتى عجز بأهله، الناس صارت تصلي برا المسجد والنبي عم يصلي فيهم. فلما كانت الليلة الرابعة، إذا إلى الآن النبي ما تكلم معهم بشيء ولا نهاهم، وشايف الدنيا مليان، العالم عم تصلي. الله أكبر. قال فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. النبي عليه الصلاة والسلام هنا الليلة الرابعة ما خرج إلى الفجر. قال فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني، الآن حنعرف ليش النبي ما صلى بهم الليلة الرابعة، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. لذلك البخاري شو بواب؟ باب فضل من قام رمضان. الفضل يعني النافلة، باب فضل من قام رمضان، هذه نافلة. إذا سنة التراويح، فصار اسمها سنة التراويح وليست مفروضة. لماذا سنة؟ لأن النبي صلاها جماعة بالصحابة 3 ليالي، ليلة تلو الليلة، ولما تركها لم يقل ليست مشروعة، بل علل ذلك عليه الصلاة والسلام بخشية أن تفترض. قال إني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. شو الأمر على ذلك؟ تعالوا نشوف ما هو الأمر الذي على ذلك. تعالوا نشوف ما هو. خلصت ولا بعد؟ استنى لنشوف الرواية الثانية كيف كان الأمر قبل عمر، كيف كان الأمر. اسمعوا، تقول الرواية اللي قبلها عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر. يا سلام، هذا الكلام اللي ضيفنا بده اياه. خرجت مع عمر على عيني. قال عبد الرحمن بن عبد القاري خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد. الآن لسه عمر ما حكى شيء، الآن صار رمضان، طلع عمر يتفقد الناس كالعادة، يتفقد رعيته، مو بيروح بيخلي بيترك حتى شرفه ويهانه وهو قاعد تحت السرير، لا، بيطلع بيتفقد الرعية، مسؤول، خليفة ومسؤول عن الخليفة المستخلف عليهم. تمام. قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد. لاحظ ماذا رأى عبد الرحمن بن عبد القاري يتكلم، يقول فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه. إذا عم يصلي في واحد عم يصلي التراويح لحاله في وين؟ في المسجد، ما له علاقة عمر، مو عمر اللي قال له، الرجل لحاله عم يصلي في المسجد التراويح. طيب ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يعني في صلوات جماعة، تراويح جماعة موجودة. لما عمر دخل المسجد عبد الرحمن بن عبد القاري يصف لنا حال المسجد لما دخل عمر، هكذا رأوا المسجد أصلا، الناس أصلا عم تصلي التراويح، ولكن كيف عم يصلوها؟ منهم من يصلي وحده ومنهم من يصلون جماعة. هنا عمر بقى ماذا فعل؟ حتى نشوف عمر بقى ما الذي فعله عمر، لازم نفهم ما الذي فعله عمر. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. إذن عمر مو عم يقول للناس تعالوا سأبتدع لكم صلاة التراويح، تكبير، ما عم يقول لهم أنا لحبتدع لكم صلاة التراويح، الناس أصلا عم تصلي التراويح. عمر ما قال لهم عمر ما قال لهم سأبتدع لكم صلاة الجماعة، هم أصلا يصلون جماعة. الرواية بالنص فيصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، مثل ما كانوا بزمن النبي يصلون مع النبي جماعة. لكن اللي عمر عمله انه بدل ما يكونوا عدة أئمة، بدل ما يكونوا أوزاعا متفرقين، بدل عدة أئمة يكون إمام واحد بس. هذا الموضوع بعد. إذا أعادهم عمر
إذا أعادهم عمر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلوا وراءه في المسجد صلاة التراويح كان إماما واحدا. فعمر خلصت له بعد. سأختم بكلمة علي. سأختم بس صار بكلمة أكثر علي. من 5 دقائق تسمعني؟ سأختم بكلمة علي بن أبي طالب. سأختم بكلمة علي بن أبي طالب. قال علي: لله بلاء عمر أقام السنة وخلف البدعة أدى إلى الله طاعته. هذه موضوعة وأنا راح أجيب لك الدليل. هاي خليها على صفحة. يلا ماشي تفضل معك المايك. خب أنت أكثر من 5 دقائق أو 6 دقائق تتكلم ما قاطعتك. الآن جاء دوري عليك أن لا تقاطعني. اتفقنا؟ أنت هنا قاطعتني 100 مرة وانا عم بتكلم. وانا لم اقاطعك. انا لم اقاطعك الروايات من البخاري. اسمع لا تخاف لا تخاف. انتم تقولون ان النبي صلى الله عليه واله لا تخاف. شو شايفني عمل لك؟ تعال هات افلت ايدي بدروع السرداب. شو لا تخاف؟ لا تخاف تقول لواحد هرب على سرداب. من السرداب صاحب السرداب راح يطلع وتشوفونه شنو صاحب السرداب. لا تخاف. خرطي جدك قال له لجدي نفس الكلام. مات جدك ما جدك وجدي وما طلع من السرداب. قد ما يطلع هسه لان فكرك ظهير يعني ما يطلع هسه بعدين يطلع. مو جدك قال له لجدي قال له بكره يطلع من السرداب ونوريكم. اما جدك بحصرته وما شافه. التهريج تركي الان دوري. الان دوري هذا تهريجك عيني. اسمع دوري الان بدأ وقتي لا تبخش وقتي. اسمع، أنتم تقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم بالتبليغ، وقد ادعيت أن التراويح سنة من رسول الله. هل يكون الرسول عندما يبلغ من قبل الله الواحد الأحد عاجز أن يقول لمن معه من الصحابة أن هذه الصلاة صلاة كذا اسمها التراويح عليكم أن تصلوها نافلة ولكنني لا أريدكم أن تصلوها جماعة أو كي لا تفرض عليكم؟ لماذا عجز؟ ثم لماذا ضربوا؟ ما عجز يا غالي. الجواب لم يعجز، قالها بصراحة وأنا قرأتها. اسمع العبرة بالفهم. قال لك وكم من عاجب قولا صحيحا لا تلصق برسول الله. لا تلصق التهمة. هذه مو سنة. هذه مو سنة. ليش ضربوا بيتهم لما ما طلع لهم؟ ليش ضربوا البيت بالأحجار؟ ليش ضربوا البيت بالأحجار؟ بيت شيطان يضربونه بالأحجار لو بيت النبي. عيني أنت الآن سؤال لك. أنت ما هي السنة؟ فسر ما هي السنة. تفضل عرف السنة. شنو السنة؟ إقرار وقول وفعل. خلصنا من هالسوالف. عرف وبرف الآن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر لهم. هو الأعمال بخواتمها. قال لهم لا أريد. هذا حسب مدعى البخاري. والله أعلم. اسمع جاوبني. هل النبي صلى التراويح جماعة في المسجد ولا لا؟ أنت ليش ما تصبر؟ يعني جاوبني، هل النبي صلى التراويح جماعة في المسجد ولا لا؟ لا ما صلى بيهم جماعة. هم اجوا ليش وراه. قال هم تعالوا صلوا. انت ليش تكذب على الرسول؟ لما صلوا وراه. انت ليش ما تحترم عقل الجمهور؟ ليش ما تحترم عقل الجمهور؟ عيني ممكن لو سمحت انت تتكلم. انت بالاول يكون عندك عقل بعدين احكي عن عقل الجمهور. ما عليك من الجمهور، عاقلين وعم يسمعوا ويفهموا. الكلام لك الان لو سمحت. صلى بهم. يا عيني لو سمحت جاوب عن سؤالي. النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل صلى بهم تراويح جماعة ولا لا؟ بالفعل، ما قلت بالقول. انا ما قلت بالقول قال لهم تعالوا. انا ما قلت قلت بالفعل صلى بهم التراويح جماعة ام لا؟ أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة صلى بهم التراويح جماعة ولا لا؟ زين سؤال ممكن. يا عمي ما في سؤال، بدك تعطيني جواب بالأول. شو سؤال؟ أنا اللي عم بسألك. صلى بهم التراويح أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة ولا لا؟ ليش تكتم؟ لك عمي جاوب. أنت ما تقدر تجاوب. ما تقدر. هي علينا. لك عيني جاوب الله يصلحك. جاوب عن السؤال بعدين إذا ما صلى بهم. طيب حارجع عيد الرواية. إذا حارجع عيد قراءة الرواية. شوفوا الرواية ماذا تقول.
تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكاثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. سؤالي، النبي عليه الصلاة والسلام عمليا صلى بهم بالفعل، صلى بهم ولا ما صلى بهم جماعة؟ انت ما تعرف العربية، ما تعرف العربية. يقول فصلى رجال بصلاته، هم صلوا، هو قال لهم تعالوا صلوا. انت ما تعرف العربية. يعني هل سألتك عن القول؟ عجيب. أنا هل سألتك عن... والله العلي العظيم عقولكم متحجرة أيها الوهابي، يعني عجيب أمركم، يعني تلصقون التهمة برسول الله. هذه بدعة وأنا راح أسمعك هسه شلون. عيني أنت جاي تحاور ولا جاي ترمي كلام؟ عيني النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل مش بالقول، عم بسألك بالفعل. كلامي واضح، بتقول لي ما قال لهم، ما أنا عارف أنه ما قال لهم، وأنا ادعيت أنه قال؟ أنا ما ادعيت أنه قال. أنا عم بسألك عن الفعل، بتجاوبني عن القول. بسألك عن الفعل تهرب إلى القول. يعني ما عم أقول لك هل قال لهم تعالوا ولا ما قال لهم تعالوا، وأنا ما سألت عن هذا، وأنا أقول لك ما قال لهم تعالوا، ما قال لهم تعالوا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح في المسجد. هو اتركك منهم، اتركك من الجماعة. النبي صلى التراويح في المسجد لحاله، صلى التراويح في المسجد ولا لا؟ جاوبني، صلى التراويح في المسجد ولا لا؟ اسمع، هذا عالم شيعي، عالم سني. اتركك الآن من أي عالم. الآن في البخاري صلى النبي في المسجد ولا ما صلى في المسجد قيام رمضان؟ في زمن الرسول ولا في زمن أبو بكر ولا في زمن عمر. نعم، هذا مو معنى هذا بالمرة. شكله ضيفنا مع حدا ثاني. يا ضيفنا حيدرة، صلى النبي في المسجد قيام رمضان ولا ما صلى في المسجد قيام رمضان؟ حتى على يا ضيفنا حيدرة، معي انت ولا مالك معي؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد قيام رمضان ولا ما صلى في المسجد قيام رمضان؟ حيدرة، صلى النبي في المسجد قيام رمضان ولا ما صلى في المسجد قيام رمضان؟ وين راح حيدرة؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. النبي صلى في المسجد قيام رمضان ولا ما صلى في المسجد قيام رمضان؟ تسردب خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مات الشيعي شايفنا، مات حيدرة، سردب خلاص. ومات حيدرة ومات المشاهدون جميعا. الله المستعان. وينك حيدرة؟ صلى النبي في المسجد ولا ما صلى في المسجد؟ الرواية أمامكم يا جماعة، شوفوها، حاطينكم إياها. النبي عليه الصلاة والسلام صلاها أول ليلة في المسجد وثاني ليلة في المسجد وثالث ليلة في المسجد. هل الشيعة يقولون بمشروعية أو بسنية؟ تكتم عليه وتقول مات حيدر. والله ما لك مكتوب، يشهد الله ما لك مكتوب. والله يا عم وحق علي بن أبي طالب كتمتني. والله ما حد كتب. والله الذي لا إله إلا هو، والله والقرآن والفرقان كاتم. والله الذي لا يجوز الحلف بغيره انك لم تكن مكتوما، ولكنك انت ما كنت عم تتكلم، كنت عم تفتح المايك وتسكره لحالك. شوف، لا تدعي هذا الكذب، هذا عندكم خاصية بالبرنامج. انت بدك تغير الموضوع لانك واضح انك متورط. سؤالي لك لو سمحت اجب بشكل مباشر، هي امام الناس. انت فاتح المايك. اقول لك اسمع السؤال. لا اسمع السؤال، اسمع السؤال بعدين افتح المايك. اسمع السؤال بعدين افتح المايك. السؤال، هل صلى النبي أنا راح أنزل لأن أنت انهجمت. هل صلى النبي في المسجد صلاة القيام رمضان ولا لا؟ بس هذا سؤالي، تفضل. صلاها جماعة؟ يعني هو مو المسجد وين؟ المسجد وين؟ لا ما اسمح لك تهرب، ما اسمح لك تهرب ابدا.
هل سألتك أنا جماعة ولا منفرد؟ هل أنا سألتك إذا جماعة ولا منفرد؟ أنا سؤالي هل صلى النبي قيام رمضان في المسجد أم لا؟ بس هذا سؤالي. تفضل. ومن قال لك ألا تصلي في المسجد في رمضان؟ يعني لا تسألني، من جاوب. صلى النبي لا في لا، المسجد ليش قيام تغلط رمضان الأوراق ولا لا؟ أنت ليش تغلط الأوراق؟ يعني ايش تعتقد؟ لا تنطري حول هاي؟ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عمي أنت جاوب، أنت خسران جاوب يا عيني، ليش خايف أنت؟ ما بعرف. سؤالي هل صلى خسران والله النبي في انك المسجد انا قيام رمضان ولا خسران لا؟ عيني والله جاوب يا عيني، جاوب، لا تقعد تعمل لي أساليب خطابية. هل صلى النبي في المسجد ولا لا؟ بس صلى قيام رمضان في المسجد ليش ولا ما لا؟ تخلي الناس تسمع التسجيل حتى تبين الحقيقة؟ ليش ما لك تخلي عيني الناس والله تسمع سؤالي واضح يا التسجيل؟ عيني، والله سؤالي واضح. صلى النبي في المسجد قيام رمضان ولا لا؟ لا، ان كنت رجل لا تكتم، خلي الناس تسمع التسجيل جاوب. حتى تعرف طيب إن كنت الحقيقة. رجل جاوب حتى ما أكتمك، هل صلى النبي في المسجد لك هو قيام رمضان المسجد ولا وين؟ لا؟ المسجد وين؟ المسجد وين؟ هو بغرفته قاعد يصلي واجوا ابتلى بيهم بلوى، يعني شنو؟ هو المسجد وين؟ غير يم غرفته ببيته ولا لا؟ طيب أنت كذاب وهي الرواية أمام الناس. غبي اسمعوا غبي. الرواية ماذا تقول. تقول الرواية خرج أن رسول الله خرج ليلة من المسجد من جوف الليل فصلى في المسجد. شفتوها؟ ليش ضيفنا حيدر كذاب؟ ليش كذاب أنت؟ خرج جاني من المسجد وين؟ بيته المسجد وصلى في المسجد وين؟ يلا قل لي المسجد وين؟ انا كذاب، قل لي المسجد وين هو؟ وين هو المسجد؟ يلا. مش موضوعنا. مش موضوعنا وين. سؤالي صلى النبي قيام رمضان في المسجد أو لا؟ مدفون الرسول وين؟ مدفون الرسول غير؟ لا إله وإنا إليه راجعون. وصل للدفن، نحن بنسأله عن الصلاة هو بيروح للدفن. مو على أساس موضوعنا التراويح. انا اريد احدد لك المكان. ابدا ما بتجاوب، ما خلاص استريح لك. ما بتجاوب استريح. سؤالي صلى النبي في راح المسجد اطلع بس اعتقد انت صلى النبي في المسجد قيام رمضان ام لا؟ بدك تهرب اهرب، سعرك بسعر غيرك. اي معمم منكم بيجي بده يهرب بالاخير ما له حل الا الهروب. ما لك حل الا الهروب، لانه الروايه امامك بتقلع عيونك التنتين. صلى النبي في المسجد بالحرف موجوده في الروايه. خرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد. وين صلى؟ في المسجد. فصلى في المسجد. لماذا الشيعة يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو منفرد لماذا لا تصلون في المسجد؟ حتى لو منفرد، ما حنقصك الآن في الجماعة. هي صلاة التراويح جماعة بعيدة لسه عليكم، انتوا ابعد من انه نكلمكم في الجماعة. انتوا لسه اساسا ما بتتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى بانه صلاها في المسجد. النص واضح، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان وين؟ في المسجد. لماذا تخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه سنته العملية. النبي صلى في المسجد، هذا واحد. اثنين، صلى بصلاته رجال، يعني النبي كان إماما لهم. هذا معنى كلمة صلى بصلاته رجال، هو هذا يعني كان إماما. هو شو الإمامة غير أنه يصلي شخص ويصلي بصلاته رجال؟ شو الإمامة غير هيك أصلا؟ شو هي إمامة الصلاة إلا هذه؟ قولوا لنا يعني لو قلنا لو أي واحد الآن اشرح لنا إمامة الصلاة غير، يعطينا غير هذا الجواب، غير أنه يصلي رجل فيصلي بصلاته رجال. هو في صلاة إمامة غير هذه؟ في إمام مصلين إلا بهذه الصورة؟ أنت تستهبل على مين؟ يعني مو معقول أنك توصل لمرحلة تستحمر حالك فيها. والنص واضح، الكلام عن الإمامة واضح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إماما. ويدلك على ذلك أكثر وأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يصلون وراءه. هو يعلم ولا لا يعلم أنهم يصلون وراءه؟ يعلم. ودلائل ذلك كثيرة.
أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حسب دين الشيعة يعلم ما كان وما يكون هذا تعرفوا التخريف الشيعي. لكن حسب دين الإسلام الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالذات قال إني أراكم من وراء ظهري. في الصلاة بالذات قال عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. ففي الصلاة بالذات النبي عليه الصلاة والسلام يراهم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مو صلى مرة واحدة، صلى أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، فهو يرى الناس تصلي بصلاته. عندما يقوموا إلى الصلاة يقومون معه. إذا مو أول يوم شافهم، ثاني يوم ما شافهم، ثالث يوم ما شافهم، طبعا شافهم. أضف إلى ذلك الدليل أنه في الليلة الرابعة لم يخرج، معناته كان عارف أنه عم يصلي وراه ولا ما كان عارف؟ أضف إلى ذلك النبي بالنص قال لهم بالحرف، قال لهم إني لم يخفى علي مكانكم. قال لهم أنا لم يخفى علي مكانكم، أنا عارفكم، شايفكم عم تصلوا وراي وشايفكم عم تنتظروني الآن مشان تصلوا معي. النبي يقول لم يخفى، لم يخفى، لم يخفى علي مكانكم. أضف إلى ذلك لما عم يصلوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام كيف سيقومون من السجود إذا ما كان النبي يعلمهم بقيامه من السجود؟ كيف سيقومون من الركوع إذا ما أخبرهم النبي بقيامه من الركوع؟ يعني يجهروا بالتكبير والتسميع حتى يسمعوا فيقوموا، يرفعوا من الركوع ويقوموا من السجود، يقعدوا من السجود. انتبهتوا؟ النبي عليه الصلاة والسلام عم يصلي بهم صلاة جهرية. ولذلك السنة، أضف إلى ذلك السنة في صلاة التراويح شو؟ أنها جهرية. معناتها النبي شو كان يصليها؟ جهرية. يعني النبي كان الناس يسمعونه ولا ما يسمعونه وهو يقرأ؟ نعم يسمعونه، صلاة جهرية. يعني النبي كان يصلي بهم إماما بعلمه الكامل عليه الصلاة والسلام أنهم يأتمون به أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة. أضف إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يخرج إليهم لم يعلل ذلك بأنها ليست مشروعة، بل علل ذلك بأنه خشي أن تفرض فيعجزوا عنها، يعني تعجز عنها الأمة المسلمون. خشي أن تفرض فيعجز عنها المسلمون، قال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها بس، وليس لأنها غير مشروعة. فهو خشي أن تفرض معناتها هي شو؟ لما خشي أن تفرض شو بتكون؟ شو اللي غير الفرض؟ شو بيكون؟ شيء فعله رسول الله وليس فرضا. لغز فقهي يدمر الشيعة. حطوا لهم هذا اللغز، شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وثنتين وثلاثة وليس مفروضا، ماذا يسمى؟ غير سنة؟ هو غير سنة ماذا يسمى؟ قولوا لي. غير مستحب؟ غير مندوب؟ غير مشروع؟ ماذا يسمى؟ شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وثنتين وثلاثة وليس مفروضا، ماذا يسمى؟ صلاة التراويح جماعة سنة مشروعة، مو بس صلاة تراويح بل صلاتها جماعة. الشيعة ما بيصلوا تراويح ولا بيصلوها في المسجد ولا بيصلوها جماعة، كل السنن تاركينها وقاعدين عم يجادلونا في السنن في الوقت الذي هم يخترعون فيه شعائر بدع. انتبهوا، يعني ضيفنا ما أشكل عليه التعبد باللطم، ما أشكل عليه التعبد بالتطبير، ما أشكل عليه التعبد بالنطح، ما أشكل عليه التعبد بالتطيين مثل الخنازير، ما أشكل عليه التعبد بالنباح مثل الكلاب، بالعواء مثل الذئاب، بالزحف مثل الأفاعي والحيات، ما أشكل عليه كل هذا، ما أشكل عليه كل هالبدع اللي سموها شعائر، ما أشكلت عليه ولا قال عنها بدع. أشكل عليه بس شيء فعله رسول الله أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، هذا اللي أشكل عليه. لا يريدنا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة واضحة، يحاربون الإسلام، يحاربون الإسلام،
يريدون أن يخترعوا للناس دينا غير الإسلام. تعالوا اتبعوا اللطم والتطبير والنطح والبطح والفطح وكل شيء، كل الاختراعات الشيعية، ولكن إياك أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كررها مرة وتنتين وثلاثة، ولو كررها مرة وتنتين وثلاثة أنت لا تتبعها. يعني هي أصلا السنة تثبت بمرة، فما بالكم إذا كان النبي فعلها 3 مرات على 3 ليالي متتابعات. بعدين صلاة التراويح، أضيف إلى هذا، هي صلاة التراويح ركعتين بس؟ يعني قال الله أكبر ما طلع منها إلا بسلام؟ لا، صلاة التراويح صلى أول ركعتين وسلم، شايف الناس عم يصلوا معه، فقام فصلى ركعتين التاليتين، طلع على الناس عم تسلم عم تصلي معه، فقام فصلى ركعتين والناس عم تصلي معه، ثم ركعتين ثم ركعتين، إلى أن صلى 11 ركعة. عم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، 11 ركعة، كل ركعتين عم يسلم النبي عليه الصلاة والسلام، أول تسليمة وثاني تسليمة وثالث تسليمة ورابع تسليمة وخامس تسليمة وسادس تسليمة. 11 ركعة النبي عليه الصلاة والسلام عم يصلي ويسلم 6 مرات، عم يشوف الناس عم تصلي بصلاته، ما نهاهم. فاضربها هذه ب3 ليالي، 6 ب3 18 مرة النبي عليه الصلاة والسلام شايف الناس، مو بس 3 مرات، 18 مرة شايف الناس عم تصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، 18 مرة عم تصلي وراء الناس. أضف المرتين اللي في الليلتين التاليتين اللي من لما دخل المسجد شايف الناس عم تستنى وقامت صلت وراه، يعني 20 مرة صاروا، 20 مرة النبي عليه الصلاة والسلام شايف الناس عم يصلوا وراه وهو ساكت، ما قال لهم شيء، ما نهاهم. معقولة يفعلون هذه البدع 20 مرة؟ 20 بدعة، جمهورهم الناس كلها عجز المسجد عن أهله، مسلمون كلهم جايين يصلوا، كلهم عنده أهل بدع، كل هالمسلمين أهل بدع، والنبي لا ينهاهم. عجيب. النبي نهى عن أقل من ذلك، لما كون بدعة، مو إذا كل هذا الناس. علي لحاله، بس علي لحاله قال أنا لن أنام الليل، أنا سأقوم الليل ولا أنام الليل. ليش؟ تقربا إلى الله. علي يقول أنا سأقوم الليل كله. هذا ضيفنا اللي قاعد عم ينكر قيام الليل تراويح برمضان. علي يقول أنا سأقوم الليل كله بكل حياتي، ما رح أنام الليل بحياتي أبدا. هذا اللي قال عنه النبي بدعة، هذا اللي قال عنه النبي بدعة. النبي أنكر على علي بن أبي طالب. صعد النبي المنبر وقال أنا أقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا رد النبي على علي. ترى علي هو اللي قال أنا أقوم الليل ولا أنام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أقوم وأنام فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه ترى في علي، وفي صحابيين آخرين معه. هذه في علي. والرواية، خذوا الصدمة، الرواية موجودة في كتب الشيعة. شو رأيكم بقى؟ يعني باعتراف كتب الشيعة أن عليا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، مش عمر، باعتراف كتب الشيعة. باعتراف كتب الشيعة أن علي بن أبي طالب، نزلوا لهم بارك الله فيكم الوثائق. باعتراف كتب الشيعة أن علي بن أبي طالب هو الذي خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنا أقوم وأنام، بينما علي خالف سنة الرسول حسب رواية الشيعة وقال أنا أقوم الليل ولا أنام. طيب اللي يقوم الليل بيقوم رمضان ولا ما بيقوم رمضان؟ سؤال بقى. إذا علي يقوم رمضان ولا ما بيقوم رمضان؟ والنبي لما يقول أقوم وأنام، إذا في غير رمضان يقوم، في غير رمضان أقوم وأنام،
إذا في غير رمضان يقوم، رح يفوت على نفسه فضيلة رمضان؟ معقول النبي ما يقوم برمضان؟ ما الفرق الآن؟ يعني ما الإشكال في أن يقوم رمضان في المسجد؟ رمضان أو غير رمضان، ما الإشكال أن يقومه في المسجد؟ ما الإشكال أن يكون هذا القيام جماعة؟ ما الإشكال؟ قل لي ما الإشكال بس. الإشكال عند الشيعة أن هذه السنة يريدون أن ينهوا الناس عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس باختصار. بس بدهم يحاربوا الدين، بدهم يحاربوا الإيمان. بارك الله فيك. شوفوا الرواية، يقول: وروى علي بن إبراهيم يعني القمي بسند صحيح في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الآية هي عن مين؟ عن علي. انتبهوا، يقول لك هذه في علي. شوفوا الرواية، يقول لك بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين عليه السلام وبلال وعثمان بن مضعون. شفتوها؟ فأما أمير المؤمنين عليه السلام حلف ألا ينام في الليل أبدا، وأما بلال حلف ألا يفطر بالنهار أبدا، وأما عثمان بن مضعون فإنه حلف ألا ينكح أبدا. إلى أن يقول: فخرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. النبي يقول: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات، ألا إني أنام بالليل. علي يقول يحلف أن لا ينام، والنبي سنته إيش؟ أنه ينام بالليل. ألا إني أنام بالليل وأنكح وأفطر بالنهار، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا مين؟ الكلام هذا في مين؟ في علي وبلال وعثمان بن مضعون. علي بن أبي طالب يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي. علي رغب عن سنة النبي بنص رواية الشيعة. علي بنص رواية الشيعة رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول الله فقد حلفنا على ذلك، فأنزل الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ثم بين كفارته. علي النبي يقول بالسند الصحيح، شايفينها؟ أنه علي آثم وعليه الكفارة برواية الشيعة. برواية الشيعة نزلوها على العام، بارك الله فيكم. الرواية شفتوها؟ برواية الشيعة أمامكم، رواها علي بن إبراهيم القمي. شفتوها؟ مين بقى الموافق من المخالف؟ شفتوا بقى كيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه متبع للسنة، وكيف علي بن أبي طالب في دين الشيعة طلع هو اللي مخالف للسنة. شفتوا؟ قلت لكم الشيعة لا يستطيعون إلا أن يقعوا في مصائب، إلا أن يطعنوا في أهل البيت. شفتوا يا جماعة بارك الله فيكم؟ شفتوا المصائب اللي في دين هؤلاء؟ بلاء الحقيقة. ما في بلاء على أهل البيت قد الشيعة. أكبر بلاء على أهل البيت هم الشيعة. أكبر بلاء على أهل البيت هم الشيعة. سبحان الله. دائما هم سبب طعن وقدح وذم في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شوفوا كيف ذموا علي بن أبي طالب. هم ذموا علي بن أبي طالب وجعلوه مبتدعا لا يقبل له عذر،
ما قبلوا منه خلاص، وهكذا عندهم مبتدع ما له عذر. وضحت المسألة بارك الله فيكم. الحديث في هذا الباب حقيقة ذو شجون، يعني الموضوع هذا بس من صحيح البخاري، يعني ما تكلمنا من أي كتاب آخر. يعني لما قرأت له من صحيح البخاري في نفس كتاب صلاة التراويح، هو شفتوه راح لغير كتاب ولا غير باب، راح يتكلم عن صلاة الليل وكذا. يعني أما صلاة التراويح فضل قيام رمضان، هذا الباب ليش ما قرأت منه؟ ليش ما قرأت من هذا الباب؟ هو صلب الموضوع. لو قرأ روايات الباب لكفى، لكنهم عمدا يدلسون على الناس، عمدا يدلسون على الناس. البخاري هي البخاري، وأنا قرأت لك من البخاري. يلا هات لنشوف. رائع، رائع بارك الله فيكم. رائع بارك الله فيكم. طيب حبايبنا، في حد عنده شيء سؤال يا جماعة عن صلاة التراويح؟ حد عنده شيء سؤال عن الموضوع؟ نعم، إذا ممكن بعد إذنك مشان يكمل تفضل الإيضاح تفضل لي. تفضل. إشكال كلمة أنه وصف الأمر بالبدعة، فما الجواب على هذا الإشكال؟ أي أمر، أحسنت، بس أي أمر مشان نفهم الفكرة لازم نعرف أي أمر. ولهذا أنا قرأت الرواية كاملة ووضحت للناس ما الذي فعله عمر. إذا فهمتم مني عرفتم عن أي شيء يتكلم، وعن أي شيء ومن الشيء الذي وصفه بالبدعة، وعرفتم حينئذ ما قصده بكلمة بدعة. تحبوا نعيد مرة ثانية الرواية مشان تفهموها؟ بنعيدها، نعيد الرواية. إحدى الروايتين اللي قرأناهم، ليش أنا تعمدت قراءتها؟ مشان تفهم هذه الفكرة. دخل عمر المسجد، عبد الرحمن بن عبد القاري يقول دخلت مع عمر المسجد، تمام، فوجدنا الناس ماذا؟ يصلون أوزاعا، يصلي الرجل وحده لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. إذا صلاة التراويح موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. صلاة التراويح في المسجد موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. صلاة التراويح في المسجد جماعة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. بقي شيء واحد، أن تكون تلك الجماعة على إمام واحد، ما يكونوا جماعات أو جماعات وأفرادا، يكونوا على إمام واحد. بس هذا هو الذي فعله عمر، إنه بدل ما يكونوا متفرقين عدة أئمة أو أفراد لحالهم وجماعات لحالهم، جعلهم إمام واحد. هذا كل ما في الموضوع. قال أرى لو جمعنا الناس على إمام واحد، أرى لو جمعت الناس على إمام واحد. طيب الآن جمع الناس على إمام واحد بدعة أم سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف بدعة ولا سنة لازم نرجع لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس في مسجده أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، كم إمام؟ إمام واحد. إذا جمع الناس على إمام واحد بدعة في الدين أم سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ سنة. تمام. إذا ما وصف البدعة هناك؟ إذا عمر لا يتكلم عن البدعة الشرعية، وإنما يتكلم عما أحدثه في ذلك، عما كان في ذلك الوقت، عما أحدثه أو عما إيش؟ عما كان في ذلك الوقت أن الناس كانوا كذا فأحدث لهم كذا. فهذا الإحداث يسمى لغة بدعة. طيب هل البدعة بكل معانيها باطلة؟ أقول البدعة في الدين ضلالة. في الدين لو أحدث في الدين، البدعة في الدين ضلالة. وأما البدعة اللغوية التي لا تكون بدعة في الدين فلا تكون ضلالة، قد لها أوصاف بقى مختلفة بحسبها، بل قد تكون محمودة ممدوحة، بل يوصف بها رب العالمين. شو رأيكم بقى؟ شو رأيكم؟ يلا روحوا عاد، يلا المتربصين بأبو لبابة قولوا أبو لبابة يصف الله عز وجل بأنه يبتدع. يلا. وبأنه يهمس التاء.
يلا روحوا اعملوا فيديوهات، اللي بده يتسلق على اكتاف ابو لبابه يروح يعمل فيديوهات. تمام. يقول الله سبحانه وتعالى بماذا وصف نفسه في القرآن الكريم؟ الله سبحانه وتعالى بماذا وصف نفسه في القرآن الكريم؟ يقول الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. شو يعني بديع السماوات والأرض؟ ما معنى بديع السماوات والأرض؟ ما معنى بديع السماوات والأرض؟ يعني محدثها ومنشئها على غير مثال سابق. شو يعني بديع السماوات والأرض؟ يعني محدثها على غير مثال سابق. هذا هو الإحداث. هذا الإحداث شرعي ولا كوني؟ كوني، إحداث كوني. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إحداث كوني. حرام؟ الله بديع السماوات والأرض، حرام كيف الله يفعله؟ صح؟ بديع السماوات والأرض. ويقول الله تعالى في سورة الأنعام بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إذا لما بيكون الأمر متعلق بالكون بالدنيا بالخلق، مثل ما قال هنا وخلق كل شيء، يتكلم عن الدنيا عن الخلق عن الكون، فإنه إيش؟ فإنه لا يسمى، لا يكون حراما. هو بدعة ولا يسمى بدعة ولا يكون حراما. لكن عندما يكون في الدين في القربات، عندما يكون في باب القربات فإنه يكون محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما أطلق القول بأنه من أحدث فهو رد، لا، قال من أحدث في أمرنا هذا حصرا. ما هو أمرنا؟ أمرنا هذا ما هو؟ دين الإسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن نهجه عن دينه عن سنته عن كتابه عن ملته عن هديه عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه هي البدعة المحدثة، كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام إن كل محدثة بدعة. فهذه المحدثة، المحدث في أمرنا هذا في الدين هو البدعة الضلالة. أما في أمور الدنيا والكون فإن هذا حتى رب العالمين سبحانه وتعالى يبدعه. هذا بديع صنع الله، بديع خلق الله. الله سبحانه وتعالى خلقه على غير مثال سابق، أنشأه على غير مثال سابق. فهمتم؟ بارك الله فيكم. وصلت الفكرة؟ وصلت ولسه في سؤال؟ فما ابتدعه اللي سماه عمر بدعة هي البدعة اللغوية باعتبار ما لم يكن في وقته. ما هو؟ أنه يكون على إمام واحد، على إمام واحد. مو انه ما كان في امام وصار في امام، مو انه ما كان في صلاه تراويح في المسجد صار في 3 تراويح في المسجد، مو انه ما كان في تراويح وسوى تراويح، لا، كانت التراويح موجوده وفي المسجد موجوده وجماعه موجوده، ولكن لم يكونوا على امام واحد فجمعهم على امام واحد بس، انتهى. هذا كل ما في الموضوع. هذا اصلا خارج عن موضوع انه تراويح ولا غير تراويح. العبره بتوحيد الامام، العبره بتوحيد الامام. تمام. بارك الله فيكم. قل ما كنت بدعا من الرسل. ليش؟ لأن الرسول في قبله رسل. قل ما كنت بدعا من الرسل يعني في قبلي رسل مثلي. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. تمام. بارك الله فيكم. وضحت المسألة؟ ايه نعم، جزاك الله خير. اسف كان عندي اخت صغيرة ما قدرت افتح المايك. ولا يهمك. إذا هم يعترضون على مسألة صلاة التراويح وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من حقنا أن نقول لهم من أين أتيتم بصلاة الغدير
هذه الصلاة التي يصلونها في كل يوم يزعمون أنه يوم الغدير يعني. ما أكثر وصلاة النيروز. أي نعم ما أكثر البدع في دين الشيعة، وبيبتدعوا وبيسموها شعائر. بيبتدعوا البدعة وبيسموها شعائر. يعني عارفين شو معنى شعائر؟ يعني أساسيات، علامة على هذا الدين. الشعائر مثل ما بتقول أنت الأذان شعيرة من شعائر المسلمين. شو يعني؟ يعني أنت لو تسمع أذان في منطقة معناته هذا شغل مسلمين، هنا يوجد مسلمون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قبيلة ينتظر حتى الفجر، فإذا سمع الأذان عرف أن هؤلاء من الذين دخلوا في الإسلام، وإذا لم يسمع الأذان غار عليهم. انتبهتوا بارك الله فيكم؟ إذا سمع الأذان عرف أن هذول خلاص من اللي يسلموا، وناس خلاص دخلت في دين الله أفواجا، فصار في قبائل تدخل قبائل ما تدخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي الجيش، دخلوا هذول ننتظر الفجر، ان دخلوا في الإسلام معناته يجب أن يقوم المؤذن فيؤذن. الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، الحج من شعائر الإسلام، لذلك الله وصفه بالقرآن من شعائر الله. شعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر. فكان إذا سمع الأذان عرف أن هؤلاء دخلوا في الإسلام فتركهم، وإن لم يسمع الأذان أغار عليهم. فهم بيعملوا شعائر من البدع، شعائر من البدع بيعملوها شعائر، وبيجوا للإسلام وبيحاربوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لو عملها علي. انتوا انتبهتوا الشيعي لما قلت له علي بن أبي طالب قال اترك علي، اترك علي. تخيل الشيعي يقول لك اترك علي، الشيعي بيقول لك اترك علي. ما في تشيع، ما في تشيع حقيقة، ما في تشيع، ما في احترام ما في احترام لهم. طيب بارك الله فيكم. في كمان أحد عنده شي سؤال تاني؟ وين راح حيدر الشيخ؟ وين راح حيدر؟ هرب كما هرب الذين من قبله. بس كانت حلوة يوم أنت قال لك سيخرج المهدي وسيريكم، قلت له جدك قالها الجدي وماتوا كلهم ولا طلع أحد. صراحة قوية جدا. يا جماعة على شنو بتحكون؟ عم نحكي عن انه الرافضة دائما يخالفون اهل البيت، واذا اتيناهم بكلام اهل البيت يرفضونه. جروب اهل البيت بين الاتباع والابتداع على التليجرام يقدم جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب. بدل ما تشكر وتقول شكرا لكم، لأنه الدين الشيعي عمرك صار يمكن 50-60 سنة وما علموك تقرأ آية صح، بينما عند المسلمين مجرد دقائق جلست عندهم علموك كيف تطلع الآية من القرآن وكيف تقرأها صح. شفت الفرق بين الدين الشيعي اللي صرفك عن القرآن وخلاك تحرف القرآن، وبين دين الإسلام اللي خلاك غصبا عنك تعرف تحترم القرآن وتنقل الآية صح كما قالها الله عز وجل. ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي.